تعرف إن كل حاجة حوالينا عبارة عن طاقة، ودي حاجة أنت أكيد ما خدتش بالك منها قبل كده. إحساسك طاقة، حتى قلبك اللي بينبض جواه طاقة. طب كنت تعرف إن مشاعرك ليها تردد، وكل تردد بيأثر على حياتك؟ يعني الخوف، العار، إحساسك بالذنب، دي كلها طاقات واطية وبتسحبك لتحت، بتجيب لك تعب في نفسك، تعب في جسمك، ودوشة في الدنيا كلها. إنما بقى أول لما طاقتك تعلى، تحس بالسلام، تحس بحب ربنا ليك، وتبدأ تتقبل نفسك لأنك عبد ليه. ساعتها ترددك بيعلى، ونورك بيزيد، وقلبك بيطمن، وسبحان الله تلاقي كل الظروف حواليك ابتدت تتسخر لخدمتك. ربنا سبحانه وتعالى خلقك علشان تعيش مرتاح، بس المفتاح هو إنك تفضل دايما متصل بيه، تقول له يا رب، تصلي بخشوع، تذكره مش بس علشان يديك، لأ، تذكره علشان بتحبه. كل ما تقرب من ربنا، كل ما طاقتك تعلى، كل ما ترتاح وتحس بسكينة. مش محتاج تغير الظروف ساعتها هي اللي هتتغير علشان. بس خليك معاه، ارفع طاقتك بالصلاة، بالدعاء، بالذكر، بحبك لربنا، وساعتها هتشوف الدنيا بتضحك لك من غير ما تبذل مجهود. وخلي بالك، ربنا كريم، لما يشوفك جايله بقلبك بيفتح لك أبواب كانت مقفولة، بيسخر لك الرزق والناس والحال، كل ده علشانك انت، وعلشان انت قررت تتصل بيه. وساعتها هتبتدي تحس انك خفيف، مرتاح، ومطمن. اعرف انك مش لوحدك، واعرف انك بدأت تمشي في السكة الصح. بس خليك فاكر، اللي اتبنى باتصالك بربنا اوعى تهده بالغفلة. خليك دايما في الحالة دي، حالة القرب، حالة الصفاء، حالة الحب اللي ابتديتها مع ربنا. وخدها نصيحة من اخوك البوكش، كل ما ترفع طاقتك، كل ما ربنا يرفعك لفوق. كل ما تنظف جواك، كل ما الدنيا تروق حواليك من غير ما تسأل ولا حتى تتعب. وكده البوكش لخص وخلص، بس لسه الكلام مخلصش. في حاجات جواك محتاجة تتواصل مع ربنا، ولما تتواصل مع ربك حاجات كتير هتتغير، وهتخليك تبص لحياتك من منظور جديد تماما. عايزك تستعد وتستنى اللي جاي، علشان اللي جاي جاي ليك مخصوص. سلام.